الأخبار الموجزة ليوم السبت. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: يتم استخراج 200 طن من النفط النقي يوميا من آبار قشقرة، والذي يبلغ دخله اليومي نحو 130,000 دولار. تم تسليم مسلخ كبير بقيمة 6 ملايين دولار قادر على ذبح 3500 ماشية في اليوم من قبل البنك الآسيوي الدولي. وطالب وزير الزراعة المولوي عطاء الله العمري المستثمرين بالاستثمار في البلاد ودعم الفلاحين. يقول وزارة الدفاع الأفغاني: تم اكتشاف لغم تم وضعه في مديرية رستاق في مقاطعة تخار، وتم تدميره من قبل مجاهدي أجهزة الكشف والاستخبارات لواء الماشين الثاني من فيلق العمر 217. تقول وزارة العدل: إنه منذ بداية عمل دائرة محامي الدفاع تم فحص تراخيص نشاط 1300 محامي دفاع، وأخذ الامتحان الخاص منهم، وتم توزيع تراخيص النشاط على المحامين الناجحين. وزع الهلال الأحمر الأفغاني مساعدات غذائية على 500 أسرة فقيرة في منطقة الألبورة بمقاطعة ننجرهار. أنقذت شركة المقاولات 60 مركبة ركاب اللاتي تقطعت بهم السبيل على طرف شاتو كوتال في مقاطعة باميان بالتنسيق مع إدارة الأشغال العامة بالمقاطعة المذكورة. في الأشهر الستة الأولى من عام 1401 هجري شمسي، أصدرت محاكم مقاطعة بغ 3684 وثيقة مختلفة، بالإضافة إلى حل 3224 قضية. تقول هيئة السكك الحديدية: تم نقل 54,301 طنا متريا عبر موانئ أقينا وحيرتان وترغندي في الأسبوع الماضي.